ايه ده؟ هو فين حمادة؟ يا حمادة. ايوان. ازيك يا حمادة، عامل ايه؟ الحمد لله. انت عارف بقى حمادة، الناس زمان ايام الفراعنة. احكي لي بقى عن الناس زمان. ما انا هحكي لك. ما كانش في حد بيعيش لوحده، لازم يعيشوا في مجموعات، يصطادوا مع بعض وياكلوا مع بعض، وكل واحد بقى يتجوز ويخلف ويكون أسرة، وأسرة 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 يكونوا المجتمع ويعملوا دولة. جميل قوي، بس انا عندي اقتراح يعني. قول يا حمادة، ايه؟ هو ينفع تكلمني عن الفراعنه كانوا عايشين ازاي وكده وبيعملوا ايه، بس يعني من غير ما تخلوني فرعوني، يعني الواحد له وضعه وكده. طب ماشي يا حمادة، هكلمك بقى الفراعنة كانوا عايشين ازاي وبيعملوا ايه، لان بقى ده موضوع حلقتنا. ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة أولى ثانوي في كل مكان، معاكم مستر محمد فتحي. وتعالوا بقى نتكلم عن الدرس الرابع في الوحدة الثانية تاريخ الترم الأول بعنوان الحياة الاجتماعية. يلا بينا نقول بسم الله، واكتبوا في التعليقات بسم الله كتير جدا عشان ربنا يكرمنا. ويلا بينا نبدأ الحلقة. ربنا خلق الإنسان اجتماعي بطبعه، ما يقدرش يعيش لوحده، لازم يعيش مع مجموعات. وده لاحظناه وشفناه من تطور حياة المصري القديم. يعني مثلا في البداية خالص في العصر الحجري القديم كان بيعيش المصري في مجموعات قليلة العدد ومفيش استقرار، وشغلتهم الصيد والالتقاط، يصطادوا مع بعض، يجمعوا الثمار مع بعض، ويقعدوا ياكلوا مع بعض. لكن فجأة حصل الجفاف، فنزلوا من الهضاب إلى الوادي، ومن هنا بدأ العصر الحجري الحديث. وعرفوا بقى الزراعة والاستقرار، وده يتجوز من العيلة دي، والعيلة دي يتجوز منها واحد من العيلة التانية، وهكذا. فزادت الروابط الأسرية، وكل واحد يتجوز يبني بيت. البيوت كترت كونت قرى، القرى كترت كونت مدن، المدن كترت كونت أقاليم. بعد كده تم توحيد الأقاليم. ضيف على كده نهر النيل اللي ساعد على تحقيق الوحدة والترابط والتكامل بين المصريين. وبكده بقى في دولة ومجتمع، وكل واحد له حقوق وعليه واجبات. طب ايه بقى طبقات المجتمع المصري القديم؟ تعال بقى اقول لك. كان المجتمع بيتكون من 4 طبقات، نقدر نجمعهم كلهم في الشكل ده ونقول عليه الهرم الاجتماعي. على رأس الهرم الطبقة رقم 1 الفرعون وأسرته، الملك اللي هو الفرعون والأسرة بتاعته مراته وعياله. الطبقة رقم 2 فيها الوزير وحكام الأقاليم وكبار الكهنة. الناس دي بقى الأغنياء جدا اللي كانوا يقدروا يستخدموا ورق البردي. تنزل تحت شوية الطبقة رقم 3 فيها الموظفين والفنانين والحرفيين المهرة الشاطرين جدا، ودي طبقة متوسطة الحال. تنزل تحت خالص الطبقة الفقيرة جدا رقم 4 عمال الزراعة والصناعة والرعاة والخدم اللي مش بيقدروا يستخدموا ورق البردي، فبيستخدموا الأسطراقة. وزي ما انت شايف المجتمع المصري كان مجتمع طبقي، في طبقات غنية جدا وطبقات فقيرة جدا. الطبقات الغنية لو استخدمت نفوذها الواسطة يعني والمحسوبية كده هيبقى فيه فساد وظلم. الطبقات الفقيرة لما تتظلم هتستحمل شوية، لكن هتوصل لمرحلة مش هتقدر تستحمل، وهنا ممكن تحصل ثورة، والثورة يعني فوضى. فكان أي ملك بيتولى الحكم بيحاول يقضي على الفساد عن طريق إصدار قوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأن البلد طالما فيها عدل أكيد طبعا هيكون فيها استقرار. فتعالوا بقى نتكلم عن القوانين والعدالة الاجتماعية. ايه بقى اللي حصل؟ في أواخر عصر الدولة القديمة تولى الحكم ملك ضعيف جدا اسمه الملك بيبي الثاني، هو ده، وما كانش عارف يسيطر. فاستغلت الطبقة الغنية زي حكام الأقاليم وكبار الكهنة، استغلوا بقى نفوذهم، وانتشر بقى الوسايط والفساد والظلم. فالطبقة الفقيرة هتعمل ايه؟ استحملت لحد ما جابت آخرها، فقامت بثورة اجتماعية. وطالما في ثورة يبقى في فوضى، وفضل الموضوع على كده لحد ما جه عصر الدولة الوسطى. الملوك فهموا اللي فيها، فسعى الملوك لتحقيق العدالة الاجتماعية للشعب وإعلاء قيمة الفرد وكرامته، يعني يكون في عدل ومساواة، وده بنقول عليه مواطنة بين الجميع سواء غني أو فقير. طب هيعملوا الكلام ده ازاي؟ كان يحرص الملوك على إصدار تعليمات للوزراء تؤكد على تلك المعاني. يعني كل ملك بيقول للوزير بتاعه خلي بالك، مش عايز بقى ظلم وفساد ووسايط ورشاوي والكلام ده كله، لأن الناس مش هتسكت، هتعمل ثورة، والثورة يعني فوضى. الكلام كله كان تعليمات.
فضل الحال على كده لحد ما جه عصر الدولة الحديثة. الموضوع اتغير. الملوك شافوا ان التعليمات للوزراء مش كفاية انها تحقق عدالة اجتماعية. طب هيعملوا ايه؟ سعى الحكام الى اصدار القوانين، يعني سلطة تشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية. واشهر القوانين دي القوانين بتاعت الملك حور محب، زي مثلا معاقبة من يظلم الفلاحين وما يقوم به موظفو الضرائب من تلاعب. الناس اللي بتسرق في الضرائب او بيظلموا الفلاحين هيتعاقبوا. ومعاقبة الذين يقترفون الجرائم في حق الشعب، الناس بقى اللي بتستغل نفوذها وتظلم الناس الفقيرة هتتعاقب. وكمان منع القسوة وكثرة العمل على الأرقاء اللي هم العبيد. مثلا حد عنده عبيد فبيعملهم بقى بقسوة وشدة وعنف، بيشغلهم زيادة ومش بيسيبهم يرتاحوا، هيتحاسب. وكان الهدف من القوانين الجميلة دي بتاعت الملك حور محب تحقيق الاستقرار، لأن طالما في عدالة ومساواة أكيد طبعا هيكون في استقرار. وكمان مواجهة الظلم الذي وقع على الفلاح، ومواجهة الفساد الذي تفشى بين الموظفين، لأن الموظفين لما بيلاقوا الدنيا سايبة بيشتغلوا بقى رشاوي وحاجات بقى من تحت الترابيزة، انت فاهم. ورغم ان الملك بيصدر تعليمات للوزراء وكمان بيصدر قوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد، إلا ان المجتمع المصري عانى برضو من أصحاب المراكز والنفوذ من الموظفين. الموظفين لسه فيهم الفساد، تحس انه في دمهم. طب ايه الحل بقى؟ كان بجانب القوانين حاجات تانية كده يمكن تساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد. ايه بقى الحاجات دي؟ نصائح الحكماء لمواجهة الفساد والرشوة والمحسوبية. الحكماء دول الناس اللي هو يعني كله بيسمع كلامهم. وكمان مشاركة أبناء المجتمع في مساعدة وسد احتياجات الآخرين، وهو ما يسمى الآن بدور المجتمع المدني في مواجهة مشكلات المجتمع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا في ناس فقيرة او محتاجة اي حاجة، فبيكون في حاجة دلوقتي اسمها جمعيات خيرية بتحاول تساعدهم. زمان بقى كانت الناس بتعمل كده، ناس اغنياء مثلا مش عاجبها الفساد وشايفة ناس محتاجة حاجات يعني، فممكن تساعدهم. كمان اطلق المصريون القدماء على احدى آلهتهم اسم ماعت، وماعت دي معناها العدل والصدق، يعني عشان الموظفين يحسوا على دمهم ويبطلوا فساد. والشكل بتاع الإله ماعت اتخذت شعارا للمحاكم المصرية لشعورهم بأهمية العدالة، لأن زي ما قلت لك طالما في عدالة هيكون في استقرار. وبكده نقدر نقول إن تحقيق العدالة الاجتماعية لم يكن قاصرا على السلطة الحاكمة فقط، ما كانش بيقوم بيه الملك والوزير بس، ده كمان نصائح حكماء المجتمع ومشاركة أبناء المجتمع وكمان الدين الإله ماعت. عموما كده نكون خلصنا كلام عن القوانين والعدالة الاجتماعية. تعالوا بقى ناخد سؤالين نحبس بيهم ونرجع نكمل تاني. أي الحرف الآتية اشترك العاملين بها في أكثر من طبقة من طبقات المجتمع المصري القديم؟ حرفة إيه؟ الرعي، الزراعة، الصناعة، التجارة. بص بقى، عشان تحل اي سؤال لازم تمسكه تفصصه زي الفرخة كده، تجيب الجناح على جنب والورك على جنب والحتة الحلوة على جنب، هتقدر توصل للإجابة بكل سهولة. نقرأ السؤال واحدة واحدة. بيقولك أي الحرف الآتية اشترك العاملين بها في أكثر من طبقة، يعني في حرفة في الاختيارات الناس اللي شغالين بيها موجودين في أكتر من طبقة من طبقات المجتمع. فأنا مش هقولك الإجابة، أنا عايزك تفهم لأن دي حلقة شرح وفهم. فنجيب بقى الهرم الاجتماعي اهو. بص بقى على الطبقتين 3 و4. الطبقة رقم 3 هتلاقي فيها الحرفيين المهرة، يعني الصناع الشاطرين. نجار مثلا شاطر جدا بنقول عليه من الحرفيين المهرة. انما النجار ده مثلا لو نص كم مش شاطر قوي ينزل يبقى في الطبقة رقم 4 ونقول عليه عمال الصناعة. انت كده عرفت الإجابة. نروح بقى للسؤال. أي الحرف الآتية اشترك العاملين بها في أكثر من طبقة من طبقات المجتمع المصري القديم؟ حرفة إيه؟ تبقى الإجابة ج، حرفة الصناعة. شفت الدنيا سهلة إزاي؟ تعالوا بقى نحل سؤال كمان. من خلال تحليل مضمون النص المقابل نجد أن بعض ملوك الدولة الحديثة قاموا بإصدار القوانين لمحاربة مشكلة إيه؟ التهرب الضريبي، اضطهاد المرأة، التمييز الطبقي، الحروب الأهلية. نروح بقى للنص المقابل. من قوانين حور محب، اقرأ كده وركز: معاقبة من يظلم الفلاحين وما يقوم به موظفو الضرائب من تلاعب، وكمان معاقبة الذين يقترفون الجرائم في حق الشعب، ومنع القسوة وكثرة العمل على الأرقاء اللي هم العبيد.
يعني في مجمل قوانين الملك حور محب عايز يرفع الظلم عن الطبقة الفقيرة، وزي ما بيعامل الطبقة الغنية حلو هيعامل الطبقة الفقيرة حلو. كده هو عايز يحارب مشكلة ايه؟ ألف التهرب الضريبي؟ لا خالص غلط. طب ب اضطهاد المرأة؟ برضو غلط. تبقى الإجابة ج التمييز الطبقي، كله يتعامل معاملة حلوة، معاملة واحدة. تعالوا بقى نحل سؤال كمان. أي من فئات المجتمع المصري القديم الآتية كانت أكثر استفادة من قوانين الملك حور محب؟ فئة إيه؟ الوزراء وحكام الأقاليم، الموظفين والفنانين، عمال الزراعة والرعاة، الحرفيين المهرة. بص بقى، القوانين بتاعت الملك حور محب كانت لرفع الظلم عن الفلاح اللي هو عمال الزراعة، وكمان رفع الظلم عن العبيد اللي هم الخدم. طب عمال الزراعة والخدم دول في الطبقة رقم كام؟ الطبقة رقم 4 اللي فيها عمال الزراعة والصناعة والرعاة والخدم. فاحنا بقى نروح للاختيارات ونختار أي حد في الطبقة الرابعة. يلا بينا. ألف الوزراء وحكام الأقاليم؟ لا، دول في الطبقة التانية، يبقى غلط. طب ب الموظفين والفنانين؟ لا، دول في الطبقة التالتة، يبقى غلط. طب ج عمال الزراعة والرعاة؟ دول في الطبقة الرابعة، يبقى هي دي الإجابة. د الحرفيين المهرة؟ لا، دول في الطبقة التالتة، يبقى غلط. شفت الدنيا سهلة ازاي؟ انت بس افهم السؤال وفصصه كده وهتقدر توصل للإجابة ان شاء الله. تعالوا بقى نحل السؤال كمان لأن الأسئلة كتير الحمد لله. أي من الأنشطة الآتية التي قام بها المصري القديم نتج عنها زيادة الروابط الأسرية؟ التجارة، الصيد، الصناعة، الزراعة. بص بقى، في نشاط قام به المصري القديم نتج عنه زيادة الروابط الأسرية، يعني بقى في علاقات بينهم كتير. أنه بقى نشاط واحدة واحدة. في البداية كان المصري القديم بيعيش في مجموعات قليلة العدد على الصيد والالتقاط، والكلام ده كان في العصر الحجري القديم. لكن لما حصل جفاف نزل إلى الوادي، عرف بقى الزراعة والاستقرار، والزراعة عايزة تعاون وناس بقى تساعد بعضها، والشاب ده يتجوز من العيلة دي وشاب تاني يتجوز من عيلة تانية وهكذا، وكل واحد بقى يبني بيت ويخلف صبيان وبنات ويعيشوا في تبات ونبات. وهنا بقى زادت الروابط الأسرية والعلاقات ما بينهم لما عرفوا النشاط ايه. تبقى الإجابة د نشاط الزراعة. تعالوا بقى نحل سؤال كمان. الشكل المقابل يوضح طبقات المجتمع المصري القديم. من خلال دراستك استنتج الفرق بين التمييز الطبقي والتقسيم الطبقي. الكلمتين قريبين جدا لبعض لكن المعنى مختلف تماما. التمييز الطبقي هو تمييز فئة معينة في المجتمع بعدة مزايا دون غيرها من فئات المجتمع، يعني فئة من الناس في المجتمع بعاملهم معاملة مميزة وخاصة، باقي الناس بقى بعاملهم معاملة تانية مختلفة ووحشة. طب التقسيم الطبقي هو تقسيم فئات المجتمع حسب الوظائف أو حسب المكانة الاجتماعية، زي الهرم الاجتماعي اللي هو في الشكل اللي قدامنا ده. أقسم الناس حسب الوظائف. الوزير وحكام الأقاليم وكبار الكهنة أحطهم في طبقة، الوظائف اللي أقل أحطهم في طبقة، والوظائف اللي أقل خالص أحطهم في طبقة. أو ممكن أقسم الناس في المجتمع حسب المكانة الاجتماعية. الناس الغنية أحطهم في طبقة لوحديهم، والناس الفقيرة أحطهم في طبقة لوحديهم، لكن بعامل الناس كلها بمساواة وعدل. فده اسمه تقسيم طبقي وعادي خالص مفهوش أي مشكلة. المشكلة كلها في التمييز الطبقي. وده كان آخر سؤال. تعالوا بقى نرجع لمرجوعنا ونكمل كلامنا عن رقم 3 مظاهر الحياة الاجتماعية، ونتكلم عن الأسرة. عشان تتكون الأسرة بيكون عن طريق الزواج. عريس يتجوز عروسة ويفتحوا بيت وبقى يخلفوا صبيان وبنات ويعيشوا في تبات ونبات. ونظر المصريون القدماء للزواج باعتباره رباطا مقدسا، حاجة يعني مسؤولية مش هزار ولعب عيال. لأن في الأسرة بيشعر الإنسان بالراحة والاستقرار والهدوء. تدخل البيت كده في الأسرة بتاعتك الدنيا هادية، مفيش حد بيتعارك ولا يزعق، الدنيا هادية جدا. وفي الزواج عرف المصريون القدماء تقاليد للزواج، شوية حاجات كده بيعملوها شبه اليومين دول، زي مثلا اقتسام عائلتي العروسين تكاليف الزواج. العريس يجيب حاجة والعروسة تجيب حاجة والدنيا تمشي. وإقامة احتفالات وولائم، يعملوا حفلة يعني للزواج وولائم، بوفيه مفتوح يعني، واللي عايز ياكل بقى ياكل وينبسط. وتقديم هدايا للعروسين من الأقارب والأصدقاء، اللي جاي يبارك لهم بيجيب لهم هدية صغيرة كده على قده. طب بعد الزواج بقى بيعملوا ايه؟ يعني بيكون في خناقات ومشاكل؟ لا،
بيتقاسم الزوجان المهام والمسؤوليات لكي تسير الأمور في سهولة ويسر. كل واحد يعمل الشغل بتاعه. الزوجة بتقوم بمهام البيت، ترتب وتنظف وكده يعني، والزوج بيتوكل على الله وينزل يشتغل عشان يعرف يصرف على البيت، ولو حد احتاج مساعدة التاني بيساعده والدنيا بتمشي. وهنا يحضرني قول الحكيم بتاع حطب عن الواجبات الزوجية. كان في حكيم موجود زمان أيام المصريين القدماء اسمه بتاع حطب، كان بيتكلم عن الزواج. قال إيه بقى؟ قال: إذا كنت عاقلا فأسس لنفسك دارا. يعني لو أنت عاقل اتجوز وافتح بيت بقى، وأحبب زوجتك حبا جما، وآتيها طعامها وزودها بالثياب. يعني هات لها الأكل الحلو اللي هي بتحبه، وهات لها هدوم حلوة، فهي حقل مثمر لصاحبه. هي بقى اللي قايمة بالبيت وتربية العيال، وبعدين انت هترتاح، مش هيبقى في مشاكل طالما انت مريحها والدنيا هتمشي. وبيقول ايه بقى تاني؟ وإياك ومنازعتها، ما تتعاركش معاها، لأن بيلعبوا جيم اليومين دول، انت حر. ولا تكن شديدا عليها، اهو بيقول لك اهو ما تبقاش شديد عشان خلي بالك. فباللين تستطيع أن تمتلك قلبها. يعني واحدة واحدة كده ما تبقاش شديد، هتمتلك قلبها والدنيا هتمشي ان شاء الله. يعني الدنيا هتمشي وهتبقى زي الفل. الحمد لله كده تم الزواج. تعالوا بقى نتكلم عن تربية الأبناء. كانوا بيربوا عيالهم ازاي؟ كان المصريون القدماء يعتزون بأبنائهم كثيرا، يعني فرحانين بعيالهم قوي قوي قوي. وكان الأبناء عندهم دم وإحساس، وبيردوا الجميل ده لأبائهم. ازاي بقى؟ كان الأبناء يشاركون أبائهم في الأنشطة المختلفة. يعني مثلا اللي أبوه بيشتغل في الزراعة يساعده في الزراعة، اللي أبوه بيشتغل في الصناعة يساعده في الصناعة، وهكذا. ولكن اختلفت طريقة تربية الأبناء باختلاف طبقات المجتمع المصري القديم. يعني الناس الفقيرة طريقة تربيتهم غير الناس الغنية، غير الناس بقى اللي هي فوق خالص. يعني مثلا الأسر الفقيرة بتربي عيالها ازاي؟ كانت التربية الأولى عن طريق الأم. الأم هي اللي بترضع وتربي العيال وتغير لهم لحد ما العيال تكبر. طب وبعدين الصبيان بيعملوا فيهم إيه؟ يتعلم الصبية الصغار الحرف من أبائهم أو على يد حرفي خبير. يعني مش بيروحوا المدرسة ويتعلموا، ده بيتعلموا على طول حرف، يبقى صنايعي، يا إما على إيد أبوه يا إما على إيد حرفي خبير، حرفي شاطر بقى. طب البنات تشتغل الفتيات بالمنزل، مش بيطلعوا بره بقى، بيشتغلوا جوه البيت. وتتلقين التدريبات على أيدي الأمهات، يتعلموا بقى من أمهم بقى الشغل، تتعلم منها الطبيخ، تتعلم منها الترتيب، لو أمها بتشتغل شغلانة تتعلم منها. طب الأسر الغنية بتربي عيالها إزاي؟ طبعا الناس دي بقى مقتدرة، واللي معاه فلوس يتدلع. هيربوا بقى عيالهم إزاي؟ تستأجر المرضعات لأطفالهم، يجيبوا واحدة بقى تربي العيال وهم صغيرين وترضعهم وتغير لهم، إنما أمهم تتدلع، ده ناس غنية. طب العيال لما تكبر شوية بيعملوا فيهم ايه؟ ترسل ابنائها للمدارس التابعة للدولة، يروحوا بقى يتعلموا في المدارس. طب الطبقة العليا، الناس بقى اللي هي فوق زي الوزير، حكام الاقاليم، كبار الكهنة او العيلة بتاعت الملك، بيربوا عيالهم ازاي؟ ترسل ابنائها للمدارس التابعة للدولة. وبالاضافة لذلك كان البعض يرسل ابنائه الى القصر الملكي ليتربوا مع ابناء فرعون، بما انهم عارفين الفرعون ليهم علاقات معاه، فبيبعتوا عيالهم للقصر بتاعه يتربوا مع عيال الملك. طب البنات كانت بناتهن يتعلمن بالمنزل، يعني ولا بيروحوا مدارس ولا القصر بتاع الفرعون، بيقعدوا في البيت يتعلموا جوه البيت. ده بالنسبة لتربية الأبناء. طبعا بقى اكيد في واحده هتقول لك انتوا عمالين تتكلموا على الستات والبنات قاعدين في البيت ما بيخرجوش خالص، وكل كلامكم على الصبيان، مجتمع ذكوري وحش. يا ست الكل واحده واحده كده، كل كلامنا اللي جاي عن الستات بس. فتعالوا بقى نتكلم عن المرأة، كانوا بيعاملوها ازاي؟ ارتفعت مكانتها في مصر الفرعونية، يعني كان لها دور كبير جدا ولها كل تقدير واحترام، وتمتعت بالكثير من الحقوق ومارست المهن المختلفة. كانت بتشتغل حاجات كتير، وكان لها العديد من الأدوار المهمة جدا. تعالوا نبدأ بأهم دور فيهم كلهم، دورها كأم. كانت تتولى مسؤولية شؤون المنزل، طهي، ترتيب، تنظيف، وتربية أبنائها الصغار. هي اللي بتربي العيال، ده هي الكل في الكل جوه البيت. وهنا يحضرني قول أحد الحكماء اللي معرفش اسمه: يجب عليك ألا تنسى أمك وما فعلته من أجلك، فإن نسيتها فلها الحق أن تلومك، وإن شكتك إلى الله فسيسمع شكواها. بص بقى من الآخر كده شباب، خلي بالكوا جدا من طاعة وبر الوالدين. تسمع كلام أهلك
وتبرهم ربنا هيوفقك ان شاء الله. مش هتسمع كلامهم ويبقى فيه عقوق والدين وتعلي صوتك عليهم، انسى، ربنا مش هيوفقك. تعالوا نتكلم عن دور مهم تاني للمرأة، وهو الدور العسكري والسياسي. نبدأ بالدور العسكري. عملت ايه بقى؟ كانت بتحارب؟ لا، هي ما وصلتش قوي يعني للموضوع ده، لكن كان ليهم دور في بث الروح الوطنية والمقاومة. تشجع الرجالة انها تحارب الاحتلال ويطردوه خارج البلد. زي مين بقى؟ واحدة اسمها تيتي شيري. مين تيتي شيري دي؟ دي جدة الملك أحمس وأمه إياه حطب. الاتنين شجعوا أحمس انه يكمل حرب التحرير ويطرد الهكسوس خارج البلاد، وده يعتبر دور عسكري. طب الدور السياسي؟ تولت بعضهن حكم مصر زي الملكة حتشبسوت. كمان أعلى دور وصلت له المرأة هو الدور الديني. إيه هو بقى؟ تمتعت بمكانة خاصة في عالم المعبودات المصرية. يعني كان في آلهة ستات زي الإلهة إيزيس بتاعت أسطورة إيزيس وأوزوريس اللي هي من المراجع أو المصادر الثانوية. وكمان في إلهة لسه واخدينها من شوية بتاعت العدل والصدق اللي اسمها الإلهة ماعت، دي واحدة ست، ودي تعتبر أعلى حاجة وصلت لها المرأة. الدور الديني هو في أعلى من كده؟ ده أهم حاجة الدين. طب إيه كمان؟ كان بعضهن يعمل كاهنات في المعابد. كمان كان ليها دور اقتصادي، زي مثلا مارست بعض النساء البيع والشراء في الأسواق، تبيع وتشتري. واشتغلت في الصناعات مثل الأغذية، تعمل أكل وتبيعه، والمنسوجات، تعمل قماش. وكان لها حق التملك والتصرف في الممتلكات الخاصة بالبيع أو المنح. يعني ممكن تمتلك أي حاجة وبعد كده تتصرف فيها بمزاجها بقى، تبيعها لحد او تمنحها لحد، تديها له كده من غير فلوس، هي حرة حاجتها بقى. ده مش بس كده، ده كمان المرأة مارست بعض المهن زي مثلا مهنة الكتابة، حيث كان بعض النساء يعرفن القراءة والكتابة، مثل ميريت أتون بنت الملك إخناتون اللي عمل ثورة دينية. كانت تعمل كاتبة، مش عشان بقى بنت الملك فيبقى فيه وسايط، لا، تشتغل. وكمان الطب، أصبح البعض منهن طبيبات، كان في طبيبات ستات. الفنون، مارس البعض منهن الموسيقى والغناء، تعمل موسيقى وتغني. بكده نكون خلصنا كلام عن المرأة، فتعالوا بقى ناخد سؤالين نحبس بيهم ونرجع نكمل مرة تانية. لعبت الأم الدور الأكبر في تربية الأبناء وخاصة الفتيات، يعني كانت بتربي البنات، وظهر ذلك عند مين؟ ألف عمال الزراعة، ب كبار الموظفين، ج حكام الأقاليم، د الفرعون وأسرته. أنا مش عايز أقولك الإجابة على طول، أنا هشرح لك السؤال وأنت حاول تختار الإجابة قبل ما أنا أقولها. بص بقى، في الأسر الفقيرة كانت الأم بتربي الأبناء سواء بقى صبيان أو بنات، لكن لما العيال بتكبر بيشتغل البنات في المنزل ويتلقين التدريبات على أيدي الأمهات، يعني بتعلموا على إيد الأم بس. ده في الأسر الفقيرة. مين بقى في الاختيارات ينفع يكون من الأسر الفقيرة؟ مفيش غيرها، تبقى الإجابة ألف عمال الزراعة، إنما الباقي كلهم ناس يعني معهم فلوس، مش أسر فقيرة. تعالوا بقى نحل سؤال كمان. ارتفعت مكانة المرأة في مصر الفرعونية وتمتعت بالعديد من الحقوق ومارست المهن المختلفة. في ضوء العبارة، كان الدور الأبرز يعني الدور الأشهر للمرأة في عصر الدولة الحديثة دورها إيه؟ أشهر دور عملته المرأة في الدولة الحديثة إيه افتكر؟ ألف الديني، ب السياسي، ج الاجتماعي، د الاقتصادي. أشهر حاجة عملتها المرأة في الدولة الحديثة إن الملكة حتشبسوت تولت الحكم، وده كان أول مرة يحصل. ده يعتبر دور إيه؟ أيوة هو ده اللي أنت بتقول عليه، تبقى الإجابة ب الدور السياسي. شفت الدنيا سهلة إزاي؟ تعالوا بقى نحل سؤال كمان. يمثل أكبر تقدير نالته المرأة في مصر الفرعونية إيه؟ إيه أكبر حاجة وصلت لها المرأة؟ ألف توليها حكم البلاد، ب تصويرها كأحد المعبودات، ج تعيينها كاهنة في المعابد، د حصولها على حق التملك والبيع. أكبر حاجة وصلت لها إيه المرأة في مصر الفرعونية؟ طبعا في ناس هتروح على طول تختار ألف توليها حكم البلاد ويقولك الملكة حتشبسوت كانت بتحكم، لكن على فكرة ألف غلط، في حاجة أكبر منها. إيه هي بقى؟ إنها تبقى إله. هو في حاجة أكبر من كده تاني؟ لأ، تبقى الإجابة ب تصويرها كأحد المعبودات، الإلهة إيزيس والإلهة ماعت.
بس كده هقف لحد هنا عشان مش بحب الحلقة تبقى طويلة عشان تكون سهلة عليك وتراجعها في اي وقت انت عايزه، واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واتبسطتوا. ولو انت بقى كنت مركز معايا من اول الحلقة لحد دلوقتي فتعالى بقى عشان تحل سؤال الحلقة. يدل تعدد ادوار المرأة في المجتمع المصري القديم على تميز هذا المجتمع بايه؟ معناه ايه يعني ان المرأة بتشتغل مهن كتير؟ المجتمع ده بيتميز بايه؟ الانفتاح الفكري، التسامح الديني، الحرية السياسية، الاستقرار السياسي. السؤال ده على فكرة جامد جدا. مستني بقى اجاباتكم في التعليقات وهقول لكم الحل ان شاء الله في الحلقة الجاية باذن الله. وبس كده اكون خلصت. انا عندي سؤال او استفسار اكتبه في كومنت وهرد عليك ان شاء الله، وانتظروني الحلقة اللي جاية باذن الله. وكان معكم مستر محمد فتحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.